النهاردة أنا هاعمل كاتشب. أيوه هاعمل كاتشب، ده طلع سهل وبسيط خالص. تعالي أقولك هنعمله ازاي. بس قبل ما أقولك ما تنسيش اعملي اللايك الحلو والاشتراك لو لسه ما اشتركتيش. طبعا كلنا بنحب النواشف والبانيه والشاورمة الفراخ والبطاطس المقلية والحاجات الناشف دي كلها. لكن النواشف ديت لازم جنبيها حاجة تكون لذيذة وتحلي الأكلة زي الكاتشب بصراحة يا ولاد، من غيره الأكل دوت مش هينفع. أنا بصراحة مش عارفة أنا كنت بعمله من زمان ليه، ده طلع سهل خالص. أو النبي يا أختي طلع سهل خالص، مية كده مية. طريقته ولا أسهل من كده. يعني مثلا احنا بنجيب الكيس أو الكيس ايه، ده الإزازة ما بتكفيش. من حلاوته ومن جماله الواحد بيبقى عاوز يدلق كده في السندوتش. العيال لما بنجيب اكياس بيقعدوا يتخانقوا عليها، لا انا عاوز، لا انا ما خدتش، لا انا عاوز، لا انا ما خدتش. والازازه نفسها ما بتكفيش وغاليه. ليه بقى احنا بقى نعمله في البيت؟ ولا اسهل من كده. شايفين الطماطم وجمالها اهو. جبت كيلو، الكيلو الطماطم النهارده بكام؟ ب10. انا جبت كيلو ونص ب10. بس بصراحه ما حطيتهاش كلها، نقيت الاخضر اللي فيها وشيلته. انا عايزه الاحمر، بس عاوزه طماطم حمرا جدا علشان تطلع حلوه وحمرا. الكاتشب يعني يبقى معايا احمر زي الجاهز. فنقيت الطماطم الخضراء استبعدتها، والطماطم الحمراء زي ما انتوا شايفين كده بسم الله ما شاء الله زي الفل. والراجل عباها لي كيلو ونص ب10، بس ما فيهاش ولا واحده بايظه. بسم الله ما شاء الله، جميله جميله جميله. طبعا انا زي ما قلت لكم نقيت الاحمر اللي فيها ومسكتها بقى، غسلتها وقطعتها زي ما انتوا شايفين كده، ومعاها قرن فلفل احمر، وحطيتها في الحله ومعاها نص كوبايه ميه. وقطعت الفلفل، لازم الفلفل يكون برضو احمر، احمر جدا، علشان هنخلطها معاها. يعني نخلط الفلفل مع الطماطم. وطبعا زي ما انتوا شايفين كده بعد ما اتسلقت وكنت موطيه عليها النار تماما، اتسلقت براحتها، هجيب بقى الكبشة بتاعتي او المتبقية من الكبشة يعني. ده المتبقية من طقم التوزيع بتاعي. بس الحمد لله رضا شغالة. طبعا ايه هنفضيها بقى كده في الخلاط وهنضربها في الخلاط، علشان بعد كده بقى ايه هنشوف بقى هنحط ايه والمكونات بتاعتها ايه. طريقتها سهلة جدا جدا معايا. طبعا اول حاجة هنضربها زي ما انتوا شايفين كده، نفضل نضرب فيها لحد ما ايه ما تقول جاي. وبعد كده هنردها تاني على النار. لا يا ربي، قبل ما نردها على النار، معلش يا جماعة سامحوني. قبل ما نردها على النار هنصفيها في مصفى تكون الاخرام بتاعتها ضيقة خالص او صغيرة خالص، يعني شبه كده مصفة الشاي او مصفة الاعشاب. اهم حاجة ان المصفى معايا تكون ايه، اخرامها صغيرة خالص، يعني عشان ما تنزلش الطفل او البذر. شايفين زي كده المصفى زي مصفة الشاي او الاعشاب. وافضل اهرس فيها كده لحد ما الطماطم كلها تنزل وما يتبقاش غير الطفل والبذر بتاعها. خلاص. طبعا انا بوريك يعني ازاي ان انا ايه فضلت اعصر فيها لحد ما نزلت كلها تماما وما تبقاش غير ايه الطفل والبذر. بعد كده بقى بعد ما رديناها تاني على النار حطينا معلقه صغيره من الملح وفنجان سكر وفنجان ايه خل، فنجان خل. يبقى كده المكونات بتاعتها سكر وخل ومعلقه ملح صغيره. ونقلب ونسيبها على النار لما ايه تنشف معانا شويه والقوام بتاعها يبقى تقيل شويه. طبعا انت لو عايزه بقى تحطي توم باودر او بصل باودر بس بكميات بسيطه جدا، يعني شعره كده توم باودر وشعره بصل باودر، علشان ايه يديها بس ايه ريحه. طبعا هي كده بقى خلاص نشفت معايا اهي. بصوا القوام بتاعها بقى مثالي جدا ولونها اغمق شويه.
لما رديناها تاني على النار لونها غمق وقوامها بقى ايه، تقيل معايا شويه. هنحطها بقى في برطمان او في اطباق زي ما انت عايزه. لو انت هتعملي كميه كبيره وهتخزنيها في التلاجة يبقى هاتي بقى برطمانات كتير وعبي بقى وشيلي في التلاجة. انا كنت عامله على قد الاكله، يعني مليت برطمان وطبق وكمان طبق صغير، يعني ايه اللي انا عملته كله استعملاه في نفس اليوم. طبعا بقى هنبهدل بقى الدنيا كاتشب بقى براحتنا. تمام. تمام. بس كده بقى انا خلصت الاكل اهو، عملت شاورمة فراخ وعملت بانيه والكاتشب، اهم حاجة الكاتشب. وبالهنا والشفا واتفضلوا معانا. الكاتشب طلع سهل جدا يا ولاد والله، ولا اسهل من كده. لو عملت البانيه